السلام عليكم، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما كده تكونوا كويسين. النهارده بقى هنعمل الجبنه القريش كده من غير منفعه ومن غير حصيره ومن غير خل ولا ليمون ولا اي حاجه، هنضيفها على اللبن بتاعنا بتكات وحركات بس بسيطه كده. هتطلعي معاكي احلى جبنه كريمي، وكمان جبنه كده تاكليها وانتي ضامنه نظافتها وانتي اللي عاملاها بايديكي، وكمان توفري فلوسك كده ونطلع منها القشطه ونطلع منها الزبده. يعني بال2 كيلو لبن بس هنطلّع منّهم كل حاجة تبقى خير كده في بيتنا إن شاء الله، ونملى البيت بتاعنا بالجبنة والزبدة، وكل حاجة هتبقى متوفرة عندِك في البيت. يالّا بينا بقى نشوف إحنا عملناها إزاي النهارده، من غير منفعة ومن غير حصيرة، من غير أي حاجة إن أنتِ تجيبيها من برّه. أنا هنا معايا 2 كيلو لبن، اللبن ده جاموسي، يكون صابح كده وتكوني جايباه لسه من عند اللبان. ماشي، أهم حاجة يكون بخير وكده، ويكون عشان يعمل لِك طبقة قشطة تكون كويسة على الوش. هنجيب الحلة بتاعتنا وهنفضّي بقى اللبن فيها. أحلى وقت بقى تعملي فيها الجبنة القريش في اليومين دُولة، اليوم اللي هي بتبقى أيام الشتا بتبقى أحلى بكتير من أيام الصيف. ماشي، الجبنة بتطلع معاكِ كده بخيرها، وكمان اللي بيحب يخزّن بيخزّنها في الأيام اللي هي بتاعة الشتا، يعني اللي عنده بلاص بقى كبير وكده وبيحب إن هو يخزّن في المِش، الجبنة بتاعته بتبقى في الأيام دي أحلى أيام إن أنتِ تعملي فيها الجبنة. ولو كمان حابة إن أنتِ تعملي كيلو بس تجربي فيه، أنا عملت لكم النهارده 2 كيلو، يعني يعني ما عملتش كمية كبيرة عشان برضه ما تكونش اللي حابب إن هو يعمل في كيلو أو 2 كيلو، أنا عملت النهارده في 2 كيلو بس. ماشي، هنفضّي الأول كده اللبن بتاعنا في الحلة بتاعتنا كده، وأنا كنت مشغّلة الفرن بتاعي، ودي الخطوة الأهم إن أنتِ تكوني شغّلتِ الفرن بتاعِك وتطفي عليه، يعني تشغّليه تسيبيه يسخن وبعدين تطفي عليه، وهتدخّلي الحلة بتاعتِك دي في الفرن وما تحرّكيهاش خالص ولا تيجي يعني ناحيتها أبدًا ولا تهزّيها، هتسيبيه زي ما هو كده وكمان هتسيبيه مكشوف مش هتغطّيه عشان البكتيريا النافعة تنشط فيه، وإن هو يطلّع طبقة قشطة معاكِ كويسة، ودي اللي هنعمل منها الزبدة بتاعتنا. ماشي، وهتسيبيه في الفرن بتاعِك، ما تفتحيش عليه خالص غير بعد يومين. أهم حاجة تسيبيه براحته كده عشان يعمل معاكِ طبقة كويسة من الجبنة، ويخرّج معاكِ طبقة قشطة كويسة على الوش. ماشي، تسيبيه في الفرن بتاعِك لمدة يومين كاملين، يعني أنا كنت عملته بالليل وسِبته تاني يوم فتحت عليه عشان أشوفه، يعني لقيته لسه ما حرّكتوش ولا أي حاجة، بس لقيته لسه، يعني سِبته كمان يوم. ماشي، فأنا سِبته يومين بالضبط. شايفين بقى طبقة القشطة بتاعته، أهم حاجة إن أنتِ لمّا تجيبيه يعني من الفرن بتاعِك حطيه في التلاجة عشان لمّا تيجي تشيلي القشطة بتاعتِك اللي على الوش تكون تتشال معاكِ كده، تكون حتة واحدة، قطعة واحدة، ما تكونش سايلة معاكِ. ماشي؟ أهو بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، ما شاء الله طلّعت يعني طبسية كده من القشطة بتاعتنا، ودي بقى اللي هنعمل بيها الزبدة إن شاء الله، انتظروني كده في الفيديو الجاي هنعمل الزبدة. يعني أنا كنت محوّشة كده كمية من القشطة في الفريزر عندي هنخرّجها وهنعمل منها الزبدة الفلاحي. هاورّيكم بقى طبقة اللبن إزاي إن هي زي الزبادي بالضبط، وإن هي كده كريمية ما شاء الله، شايفين الخرطة بخرطتها كده، عشان سِبناها بقى سِبنا اللبن كده براحته إن هو يعمل معانا طبقة كويسة من الجبنة، شايفين ما شاء الله عامل إزاي؟ ده بقى هيطلّع لِك كمية جبنة حلوة إن شاء الله بقت. شوفوا الفيديو للآخر كده وما تجروش الفيديو عشان كل خطوة منه يعني مفيدة بالنسبة لكم إن أنتِ تطلّعي خرطة جبنة تكون حلوة كمان، وتكون يعني كمان من غير حصيرة أو أي حاجة، هتعمليها وتدّي الشكل بتاع الحصيرة بالضبط، من غير ما نكون عاملينها في الحصيرة كمان. أهو أنا جِبت كده الشاشة أو الطرحة عندِك أو أي حاجة تكون تكون نضيفة، أهم حاجة تكون نضيفة عشان ما اللبن طبعًا أنتم عارفين إن اللبن ده بياخد من ريحة أي حاجة حواليه، فأنتِ حاولي كده إن أنتِ يبقى عندِك الحاجة النضيفة بتاعتِك اللي أنتِ هتصفّي فيها اللبن. أنا جِبت طبق كده تحت، البولة تحتي وحطيت الشاشة زي ما أنتم شايفين كده، هاتي كده حاجة تكون غويطة معاكِ عشان خاطر ما تبهدليش الدنيا والشاشة تكَب حواليكِ كده. أهو، هتقومي شايلاه كده زي السُرّة، وتقومي جايبة بقى المصفى، وهنسيبها بقى طول الليل على كده، يعني يتصفّى معانا كويس أوي اللبن ده يتصفّى معانا كويس، والشِرش يبقى لوحده كده، والجبنة تعمل طبقة الجبنة اللي إحنا هنعمل بيها خُرَط الجبنة بتاعتنا، أهو.
شايفين أنا باصفّي إزاي؟ أنا جِبت مصفى كده، وجِبت الحلة اللي إحنا كنا عاملين فيها اللبن، وقُمت رابطاها كده زي ما أنتم شايفين، وهنقوم حاطين كده حاجة تقيلة على اللبن بتاعنا عشان يتصفّى كده على طول، يعني ما ياخدش وقت معانا ويتصفّى بسرعة. أنا جِبت حلة كده وحطيتها يعني أي حاجة تقيلة عندِك وتقومي حاطاها على اللبن، تقوم مصفية الشِرْش بتاعِك، طبعًا الشِرْش ده أنتم عارفين مش بنرميه، ده حاجة كده كنز عندنا، فأنتِ شايفين من ال2 كيلو اللبن هنطلّع كمية الشِرْش اللي أنتم شايفينه ده اللي هنعمل بيه أحلى قُرص بقى وهنعمل بيه أحلى معجنات، شوية شِرْش كده بيعملوا لِك أحلى معجنات، اوعي ترميه عشان ده حرام، ماشي؟ أنا زي ما أنتم شايفين أهو. بعد ما الجبنة بتاعتي كده اتصفّت كويس من الشِرش اللي كان فيها، أنا سِبتها كده زي ما قُلت لكم من بالليل وعملتها كده الصبح، أهو شايفين اتصفّت خالص من الشِرش اللي كان فيها إزاي؟ عايزين بقى نعمل شكل الحصيرة بقى كده، ونعمل زي ما يكون عاملينها كده في الحصيرة بالضبط واخدة الشكل بتاعها. أنا الأول كده حبّيت إن أنا أحُط الملح بتاعي عشان تبقى طعمها حلو. طعمها مش عادب لأ، أنتِ بتيجي تاكلي القطعة بتاعتِك كده تكون طعمها حلو ومتملّحة كويس، حطيت معلقتين من الملح قلّبت الملح فيها كويس كده زي ما أنتم شايفين، وهنقوم بقى عاملين الشكل اللي هنعمل بيه يعني الشكل اللي بيبقى في الحصيرة ده من غير حصيرة خالص، فهنعملها نلفّها رول كده أهو، بُصّوا هتفضلي إن أنتِ تلفّي الجبنة بتاعتِك زي رول كده وهتقومي بقى سايباها شوية إن هي تاخد الشكل ده، يعني سايباها ساعة والّا ساعتين كده عقبال ما تاخد الشكل بتاع الرول، عشان لمّا تيجي تقطّعيها وكمان الملح اللي إحنا حطيناه ده هينزّل كمان زيادة في الشِرْش، يعني لو فيها سوايل كمان هتنزل منها، من الملح ده. طبعًا وأنتم عارفين إن ساعات الفلاحين أصلًا مش بيبقوا يعني أمّا تيجي تاكلي القطعة كده ما بيبقاش فيها ملح. فعشان توزن بقى في الميزانة والكلام ده كله، فأنتِ بقى أنتِ اللي عاملة حاجتِك بإيدِك أهوّة، وأنتِ ضامنة حاجتِك تكون نضيفة، وكمان مملحاها كويس، ويكون طعمها حلو، أهو. أنا لفيتها رول كده، وكمان سِبتها على المصفى عشان أي شرش هينزل عشان إحنا حطينا لها الملح هينزل منها. بعد خلاص ما سِبتها ساعتين كده، هنفتح عليها ونشوف الشكل بتاعنا، شكل الجبنة الحلو إيه رأيكم بقى؟ أهو. هتعملي بقى شكل الحصيرة اللي هي بتبقى الشكل بتاعها حلو كده، هنجيب شوكة عادية خالص أهوّة من المطبخ، وهتقومي بضهر الشوكة بتاعتِك كده وعاملة الخطوط اللي أنتم شايفينها دي، هتقومي مخططة كده على الرول الجبنة بتاعِك، هتقوم عاملة شكل الحصيرة كأنِك عاملاها في الحصيرة بالضبط، أهو. هتقومي بقى مخرّطاها خُرَط كده بجد تحفة، بجد جميلة وأنتِ اللي عاملاها بإيدِك وأنتِ اللي عاملة ضامنة نضافتها واللبن هيكون كويس معاكِ وما فيهاش أي مثلًا سوايل كتير وتكون بتوزن يعني ساعات زي ما باقول لكم كده بيبيعوها من غير ما تكونش مملحة عشان توزن معاكِ، لأ طلّعت ال2 كيلو طلّعوا معايا كيلو من الجبنة أهو زي ما أنتم شايفين، وطلّعت كمان ربع كيلو كده من القشطة. يعني طلّعت كمية حلوة معايا من الجبنة، وكمان من الشِرْش اللي هنعمل بيه أحلى معجنات، يعني كمان حاجة كده مش ما كلّفتناش، هُم 2 كيلو هتجيبيهم وهتعملي منّهم أحلى جبنة وأحلى زبدة، بس تكوني محوّشة كمان شوية قشطة كده معاكِ، عشان نعمل بيهم الزبدة إن شاء الله نعملهم الفيديو الجاي. أهو شايفين الخلطة بتاعتنا حلوة إزاي؟ اعمليها بقى كده يعني أسهل طريقة من غير بقى ما تدوّري على منفعة وأنتِ مش هتعرفي تجيبيها منين، شايفين عاملة كريمية إزاي، الجبنة كريمية معاكِ إزاي، شايفين كمية القشطة اللي إحنا طلّعناها والشيرش بتاعنا، ده إحنا طلّعناه من 2 كيلو اللبن بتوعنا، شايفين الخرطة عاملة إزاي؟ بجد حلوة أوي جرّبوها، وإن شاء الله تملي بيتِك كده بالخير وتكون كل حاجة حابة إن أنتِ تاكليها بقى كده تحفظيها إزاي، هتجيبي الشِرش ده وتغليه وتسيبيه يبرد خالص، وتقومي حاطة فيه شوية من الملح، وهتقومي حاطة فيه فلفل أخضر، وهتقومي حاطة فيه الجبنة بتاعتِك، وتاكلي بقى منه أحلى جبنة. هنا بقى الجبنة أنا حطيتها كده في بولة كده وهاغطّيها وأحط عليها الأول شوية ملح، عشان أنا كنت عايزة أعمل بيها حاجة كده هنحطها في المِش وكده، فقُمت حاطة عليها شوية الملح دُولة،
ده بقى للي عايز إن هو يعمل يحطها في المِش، فهتقومي حاطة عليها الملح إن هي تبقى ناشفة معاكِ، عشان ما تبقاش طرية وأنتِ بتحطيها لمّا تيجي تحطيها في المِش ما تبقاش طرية وتتفتل معاكِ في المِش، ماشي؟ فديّة لو أنتِ زي ما قُلت لِك لو أنتِ عايزة تحفظيها، اغلي بقى الشِرش واعملي الطريقة اللي أنا قُلت لِك عليها. بس يا رب يكون عجبكم الفيديو النهارده، ولو ما تنسيش بقى تحطّي اللايك الحلو بتاعِك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ويا ريت شير للفيديو ده النهارده، واشوفكم في حفظ الله، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.